اسم الزفري مصطفى، فنان تشكيلي كنعيش في بلجيكا لمدة 45 سنة دابا. والعمل ديالي كما كتشوفوا هو مكون بكلمات عربية اللي كنخدمها بطريقة تجريدية، والتأثير أثرت عليا الفسيفساء العربية الإسلامية اللي فيها لو ميلونج ولا لا سوبربوزيسيون ديال الأشكال هندسيه. وهنايا انا كنسوبربوزي الكلمات العربيه اللي كتعطيني ديك الاشكال الصغيره اللي كتولد بيناتهم، اللي كنلبسها بالالوان كما كيخدموا النساء ولا لي زارتيزون في القضيه ديال لا تابيسري. انا بالنسبه لي ما كنستعملش الخط كخطاط، كنستعمل الخط كخيط، وكنتيسي به كنخدم العمل ديالي بحال الا كنخدم ان تابي. وهذه من الانسبيراسيون ديال الغناء ديال الزربيه المغربيه اللي هي متنوعه لا من ناحيه الاشكال ولا من ناحيه ديال الالوان ولا من ناحيه ديال لي ماتيير، واللي بعد الدراسه ديالي الاكاديميه التجأت لها باش تربطني بالثقافه الاصليه ديالنا وتعطيني مساحه موسعه في الابداع ديالي. وكنتمنى ان اللي غيتلقى هذه اللوحه هذا يشوفها كما كيسمع موسيقى، ماشي يحاول يفكر فيها شي حاجه ولا يحاول يحسها، لان هي عباره عن رقصات وكومبوزيسيون ديال الاشكال والالوان، ما فيهاش شي حاجه اللي مخبعه مور الكلمات اللي هي ذهنيه. اذن هذا الفن ديالي كيتكلم مع اي واحد، ما كيتكلمش غير مع اللي قراو، كيتكلم مع اللي قراو، اللي ما قراش، اللي قرا اللي كيتكلم العربيه ولا اللي ما كيتكلمهاش، الاجنبي ولا المغربي. والهدف ديالي هو انني ننتشي الانسان في الانسان، ماشي الانسان ماشي الهويه ولا الانتماء الاقليمي. كنتمنى انني ننتشي الانسان في الانسان، وهذا الشيء كيلخص الهدف ديالي الفلسفي ولا البعد الفلسفي ديال العمل ديالي. وكنشكر لا فونداسيون حسن دو والمسؤولين ديالها اللي عطاونا هذه الفرصه هذه 10 سنوات، وحنا كنظموا هذه المعارض وكنتلاقاو فيها. وهذه الفرصه الاخيره اللي جمعوا فيها الفنانين كاملين واللي جاوا من دول بعيده، المانيا، فرنسا، ودول عربيه ودول افريقيه. ونتمنوا ان هذه المبادره تعطي دروس للناس اللي عندهم المسؤوليه ديال الثقافه في بلادنا، ويطوروا لنا ويستافدوا من هذه التجربه هذه. وتكون هذه التجربه ان شاء الله تجربه ديال خلق القنطره ما بيننا كجاليه مغربيه اللي الحمد لله كتبلغ دابا 6 الملايين، والشعب المغربي اللي كنتميوا ليه من طبيعه الحال.